لغة الجسد اللي بتخلّي المريض يثق فيك فورًا. تفتكر المريض بيحكم عليك إمتى؟ أول ما تكشف عليه والّا عند أول كلمة بتقولها؟ الحقيقة إنه بيحكم عليك قبل ما تتكلم أصلًا، وأنت داخل العيادة واقف مستقيم من غير ما تتخشب، كتافك ريلاكس وإيديك باينة ومفتوحة مش متكتف، ده بيدّي إحساس بالأمان فورًا. المريض بيقراك أسرع مما تتخيل، لو حس منك توتر هيترجمه لعدم ثقة. خلّيك ثابت، ما تقرّبش بسرعة، ابدأ بابتسامة صغيرة ونبرة هادية، لمّا تقعد تكشف عليه اقف جنب المريض مش في وشه أو فوقه، لمّا بتقف بزاوية 45 درجة بتبقى أفضل من المواجهة المباشرة لإنها بتقلل التوتر، وأهم حاجة الإيماءات البطيئة، لمّا المريض يتكلم ساعة ما تهز راسك ببطء معناها إنك فاهم ومهتم، ما تبُصّش كتير في الشاشة، بُص له هو 70% من وقتك على الأقل. لغة الجسد مش رفاهية، دي أول خطوة في بناء علاقة علاجية مضبوطة، وأول خطوة في إن المريض يسمع كلامك فعلًا.